النهارده هنعمل مع بعض فراخ محشيه بالرز، بس بطريقه جميله جدا جدا وسهله بجد. كانت خطيره قوي، لو جربتيها هتعجبك قوي. طريقتها بسيطه وهتعجبك جدا، وبرده صحيه قوي، ما فيهاش زيوت كتير، يعتبر اصلا ما فيهاش زيوت خالص ولا اي حاجه من المواد الدهنيه. لو قبل ما نبدا وصفتنا، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان اي جديد اعمله يوصل لكم على طول وتشوفوا اي حاجه انا بعملها. دلوقتي انا عندي فرختين كده اهو. دولت فرختين بلدي اللي هما بتوع الحشو. طبعا غسلتهم كويس جدا جدا زي ما انتوا عارفين وظبطتهم. هنا بقى جبت بصلايه، لازم اعمل الخطوه دي لان بتديلي طعم حلو جدا في الفراخ بتاعتي. حطيت عليها معلقه كده من الفلفل الاسود، معلقه كبيره، وهنزل عليها بمعلقه كده اهو من الملح. وهنا حطيت برضو غير الملح نص معلقه كده اهو من القرفه. القرفه بتدي طعم حلو قوي وما بتبقاش باينه ومش بتجزع ولا اي حاجه. يبقى انا كده حطيت ملح وقرفه وفلفل اسمر، دعكتهم بقى كده اهو في بعض كويس قوي، وخليت كده الميه بتاعتهم اتشربت من بعض ومن التوابل. الميه بتاعت البصل كويس عشان احشيها بالفراخ بين الجلد واللحم كده. تحشي الفراخ بتاعتك، تدبليها كده من عند الورك ومن عند الصدر ومن بطن الفرخه كده من جوه. الخطوه دي يا جماعه فظيعه جدا جدا، وبتخلي لك الفراخ زي السكر، وبتبقى حلوه قوي بصراحه. ومن بره كده برضو اديها يعني دعكه كده بالفلفل والملح، هتعجبك جدا. هركنها بقى على جنب، وهنعمل بقى الخطوه بتاعتنا اللي احنا هنحشيها بيها. دلوقتي انا عندي الكبد والقوانص بتوع الفراخ، وزودت عليهم كده كبدايتين وقناصتين كانوا موجودين عندي يعني من فراخ تانية. هقطعهم بقى كده وهم نايمين بالشكل ده عادي، بالحجم اللي انت تحبيه. انا عامله الحجم وسط، ولا صغنونه قوي ولا كبيره، حجمها كويس. وهنا كنت مقطعه بصليه برضو، عاملاها في الكبه بصليه كبيره، يا اما بصلتين. تمام، انا كنت عامله بصلتين وسط. حطيت كده معلقه من السمنه البلدي على النار، وهننزل بقى عليها بالكبده. ليه انا عملت كده؟ قلت ادي صدمه للكبده، عشان لو فيها اي زفاره فيها اي حاجه بتروح على طول. لحد ما لونها غير معايا وشوحتها تشويحه كويسه، رحت نازله عليها بقى بالبصل بتاعتي، فضلت اشوح فيه كده لحد ما تشوح وبقى لونه حلو. هنا بقى هنزل بالبهارات بتاعتي، فلفل اسود وقرفه وكاري وملح ومن بهارات الفراخ، معلقه من بهارات الفراخ، من كل حاجه معلقه. نزلت بقى عليها وشوحتها كده مع التوابل، الكبد بالبصل بالتوابل شويه. بعد كده بقى نزلت الرز، سوري معلش مش عارفه، مش مركزه ليه، الرز ولا نزلته. هشوح فيه بقى، مش هخليه ابيض كده، انا هفضل اشوح في الرز ده لحد لونه ما يصفر معايا، يبقى محمر، عشان ما يبقاش لونه كده من جوه. لما تيجي تسلقيه بقى في الشوربه مع الفراخ، هتبص تلاقيه بقى ابيض. لو انت حاطاه كده ابيض مش بيبقى ليه طعم ولا بيبقى حلو. لكن انت تفضلي تشوحي فيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي لونه غير ازاي معايا لحد ما لونه يغمق شويه، اكنك مثلا هتعملي رز حبايه وحبايه. مش احنا بنفضل يعني نحمر الرز كده اهو لحد ما الرز يتظبط معايا. مش عارفه انا مالي النهارده عماله اعمل كده في الكلام، حتى اعمل كده في الكلام مش عارفه اقولها مش عارفه اوصل لكم قصدي كده خلاص. انا الرز بتاعي ما حطيتلوش ميه ولا اي حاجه. انا بعد ما شوحته كده كويس او حمرته، غطيته بقى على ما جهزت الشوربه بقى. كانت حطيت ورق لورا، وحطيت فلفل اسمر وملح، وسبته بقى تغلي على النار عشان احشي الفراخ بتاعتي. جبت بقى الرز ده كده اهو. معلش لازم جور تدي بصمتها في كل فيديو وتزني فيه، اما تنده عليا. هنا بقى الرز بتاعي انا نقصته، ما بحبش احشي بالرز مره واحده ولا احط الفراخ فيه عشان ما يتزفرش، عشان لو فاض منه حاجه ما اقدر ان انا اسويها عادي. فخدت كده في طبق، وابتديت بقى احشي الفراخ بين اللحم والجلد وفي البطن بتاعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا بصراحه ما بحبش املاها على الاخر، عشان يعني ما تبقاش منفوخه اوفر والرز يتفضى كله جوه الحله لما تتسلق.
هنا كده بقى كنت حطيت فيها رز بطريقه يعني حلوه، وكمان ايه الحجم بتاع الرز اللي جواها كده ايه حلو ومظبوط، ما زودش اكتر من كده واكتمها عشان ما تفرقعش معايا. هكتفها بقى ايه في الحته اللي هي بتبقى مفتوحه كده في اخر الفرخه، هدخل كده الرجلين زي ما انتوا شايفين عشان ما تفكش مني جوه. وخلاص سلقتها. بصوا بعد ما سلقتها بقى وطلعتها، طبعا انتوا شايفين البخار كان عامل ازاي، ريحتها كانت جميله جدا جدا وكانت فظيعه. هنا خدت بقى معلقتين كده من الصلصه في البرطمان عادي. الصلصه دي على فكره انا كنت عاملاها معاكم، يا رب تكونوا شفتوا الفيديو ويكون عجبكم. حطيت عليها بس شويه كده من الملح وشويه من الفلفل الاسود وسنه كده من البهارات. قلبتها بقى كويس جدا مع بعضها. وهعمل ايه، هدهن بقى الفرخه بتاعتي كلها بالصلصه دي يعني، عشان هديها وش وايه، وادخلها بقى دلوقتي كده ايه الفرن تتحمر وتاخد لون جميل وحلو قوي. وكمان ايه ما حطيناهاش في الزيت ولا قليناها ولا الكلام ده. انا على فكره بحبها جدا برضو محمره، بس انا كنت عامله معاكم فيديو قبل كده للفراخ بالفريك وكان حمام، وكنت محمراها في الزيت. فهنا عملتها لكم بطريقه تانية، والطريقه دي برضو جميله جدا وصحيه وحلوه ومش تتعبك خالص، وسهله جدا برضو والله، ما خدتش معانا وقت ولا تعب ولا اي حاجه. هدهن بقى كده الفرخه التانية برضو بنفس الطريقه، من تحت ومن فوق كده ومن ورا، عشان تاخد كلها لون واحد، ما تبقاش مدهونه من فوق بس ومن تحت لا، فتلاقيها من فوق واخده لون ومن تحت بيضه زي ما هي. انا بحب ان ايه اديها كلها كده لون، وفي نفس الوقت بتبقى محمصه بقى وتبقى طعمها جميل. لما الواحد بيخدم الحاجه بتاعته والله يا جماعه وبيهتم بيها وبيعملها بنفس راضيه، بتطلع معاه جميله جدا وبتبقى حلوه قوي كده. خلاص انا دخلتها بقى الفرن عادي، ما ولعتش الشوايه ولا حاجه، هي خدت لون من الفرن وبقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بقى كان رز فايض معايا، سويته بقى شويه من الشوربه وسويته، وبعد كده بقى قدمته مع الفراخ. كان طعمها بجد خطير وكانت جميله جدا. اتمنى انك تجربيها، ويا رب يكون الوصفه عجبتك وتكون سهله وسريعه، واشوفك في فيديو جديد بوصفه جديده.